لان مشاعره واحاسيسه بتترجم في مخه الى نهايه مأساويه. ففي اللقطه دي نسحبه في حته تانية، ندلك الايدين، نحاول ان احنا نخليه يبص في عينينا، نتكلم في موضوع مختلف، نسال في حاجه عبيطه جدا حصلت اثناء اليوم، مجرد اني بسحبه من الاهتمام في اللقطه. طب وبعدين ناخده ونطلع على المستشفى؟ لا مش محتاج حضرتك، احنا ما عندناش مشكله في القلب ولا في الجهاز الدوري ولا حاجه خالص، هي حاله نفسيه. بس المهم انها لو اتكررت نروح لدكتور نفساني. ليه بقى؟ دكاتره امراض الطب النفسي بيبقوا عارفين كويس ان الصوره دي اسمها نوبه هلع. لما بتتعالج بدري ما بيحصلش الرابطه ما بين حصلت فين فما اروحش هناك تاني. التكرار بيخليهم يعملوا نوع من انواع الارتباط الشرطي بالمكان، فيتجنبوا انهم يروحوا. طب نعمل ايه؟ نروح للدكتور. طب الدكتور هيعمل ايه؟ هياخد تاريخ المرض، هياخد الاعراض، هيعرف اذا كان في اسباب عضويه تؤدي ليها. مفيش اسباب بيور متشفيه، بانيك اتاك متشفيه. هتاخد علاج؟ هتاخد علاج. لا انا مش عايز اخد علاج نفسي، اصل بيقولوا عليه انه بتاع ادمان. حضرتك احنا ما بنديش ادويه، مفيش دكتور هيدي مريض دواء ممكن يدمن عليه، ده يعني هبل عبط اللي يقول الكلام. لكن انا ممكن ادي دواء عشان خاطر اقلل من حدوث هذه النوبات، وبما اني مش عارفه هي هتتكرر عليه امتى تاني فانا لازم امشيه على الدواء فتره طويله. ده غير انه كمان معروف ان هي في كل مره بتخبط في العيان، هي كل مره بتخليه يحس انه هو انا مش هخف بقى، هو انا مش هبقى كويس، هو انا مش عارفه ايه، كلها حاجات سلبيه فبتاثر على حياته، على الكواليتي بتاعت حياته، جوده حياته.